السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي تشتكي من آلام الرأس، من الصداع النصفي، من الشقيقة، يتناولون المسكنات فيؤثرون على ذواتهم من حيث لا يعلمون. الناس اللي عندهم طنين في الأذن وبرودة في الرأس وعندهم ثقل في السمع. الناس اللي عندهم الخياشيم مسدودة وعندهم الاختناق يتنفسون من أفواههم. الناس اللي عندهم الشخير لا يتنفسون من خياشيمهم. الناس اللي عندهم حتى آلام الحنجرة. جميع الأمراض اللي كتكون في الرأس ناتجة عن البرد أيها الإخوة دواؤها بدرهم فقط. صيدلية بأكملها لهذه المسألة مجانا. المرجو من الإخوة اللي يستمعوا هذا المقطع أن يوزعوه. والله يشتكي النساء الكبار في السن والرجال والأطفال الكل يشتكي من هذه العلة، علة برودة الرأس. إخواني الكرام مصيبة. العلاج بإذن الله تعالى مقدار ملعقة كبيرة من الكمون الأسود اللي هي الحبة السوداء أو ما يسمى بحبة البركة لي غران نوار، البشمة، القحطة. هذه بإذن الله سبحانه وتعالى تعمل لها هكذا في سرة من الثوب الأبيض أو الثوب عادي كيف كان، وتروح تشمها هكذا. مع تشمها يعني تحس بدبيب، بسريان يسري مع الرأس، وتحس يعني بهدوء. حتى الناس اللي عندهم العصب وعندهم التوترات وعندهم قضية ضبابة في العين وعندهم قضية برودة في الرأس. أنا قلت لكم يا إخواني الكرام برودة الرأس تشكل يعني ما أمراض متعددة. هذه الوصفة تحد حتى من الدماغ وتزيد قضية التركيز. الله يجزيكم بخير. جربوها وستجدوها بإذن الله تعالى نافعة. فإن وجدتموها نافعة لا تتركوا الخير يبقى عندكم. الوصفة لا تكلف مالا، درهم أو أقل من درهم من الكمون الأسود، من الحبة السوداء، من الصونيج. تقوم بشمه هكذا وتحس براحة كاملة بإذن الله تعالى. ومع الاستمرارية عليه 3 أيام 4 أيام تزول الشقيقة، يزول ألم الرأس عن تجربة. حياكم الله. وصلى الله على محمد القائل فيها دواء لكل داء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.